قرار ديال الملك محمد السادس اربك حسابات العسكر الجزائري وخلى مالي كتهين فيهم كيف ما بغات وكما يحلو لها، وحتى قضيه الصحراء المغربيه تمات الاشاده بها. هذا هو الخبر الاول اللي غنبداو به الحلقه ديالنا. اما في خبر اخر غادي نتحدثوا على برلماني تابع لحزب الاحرار. القضاء المغربي كيامر بحجز الممتلكات ديالو وكذلك كيمنعوا من السفر خارج ارض المغرب. اما في خبر اخر غادي نتحدثوا على الغاز، على ما يبدو ان المملكه المغربيه غادي تحقق الاكتفاء الذاتي ديالها من هذه الماده الحيويه. اخيرا غنختموا الفيديو ديالنا بالهرطقات الاعلاميه ديال النظام العسكر الكرغولي المضحكه في هذا الكان واللي غادي تضحكنا بزاف. هذه الاخبار ديالنا اليوم. الا كتهمك هذه المواضيع بقى معنا للاخر باش تعرف التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام زوار موقع المهاجر، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. كما عودناكم دائما معكم سفيان المرزوقي من قناتكم قناة المهاجر بآخر الأخبار وآخر المستجدات، ومرحبا بالجميع. نبداو على بركة الله متابعينا الكرام. أول خبر في هذه الحلقة هذه الإخوان، كما عرفتوا وكما تحدثنا أمس واحد المباشر، نظام العسكر دخل في واحد الحالة ديال عدم اليقين وما عرفش كيفاش يتصرف من بعد القرارات ديال الملك محمد السادس المفاجئة واللي خلات نظام العسكر يدخل في الهوس، وبدا بالقرارات الارتجالية اللي كتكرر. لكن هذه القرارات الارتجالية اللي كيتخذها نظام العسكر الجزائري ما هي إلا يعني نقدروا نوصفوها بالضغط الفرنسي على نظام العسكر. اش وقع النظام العسكر مع مالي ومع باقي دول الساحل؟ جات فرنسا وقالت النظام العسكر رغما عن اننا اقتطعنا الاراضي المغربيه ورغما عن اننا اعطيناك الحدود مع الدول هادو باش تبقى السيطره ديالنا عليها وتبقى تحت يدنا، الا انه نظام العسكر خفق بكل ما تحمل الكلمه من معنى. والدليل هو بعض التقارير الاعلاميه كما عادتها فرنسا ووسائلها الاعلاميه بدات كتخرجها باش تضغط على نظام العسكر. شنو هي التقارير؟ كتقول ان نظام العسكر خسر النفوذ ديالو مع دول الساحل، وبالتالي ففرنسا كذلك خسرت النفوذ ديالها مع دول الساحل. لصالح من؟ لصالح المملكه المغربيه. هذا الشيء هذا كامل غادي نلخصوا لكم متابعينا الكرام في هذا الخبر الاول اللي غادي نبداو به الحلقه ديالنا، وهو ان الدبلوماسيه الجزائريه تهان في قمه حركه عدم الانحياز من قبل الوفد المالي ولا من يحرك ساكنا. لكن مالي ضربات بيد من حديد ورفضت التدخل في الشؤون الداخليه ديالها. كنتمناو الاخوه في موريتانيا كذلك يتعلموا من الاشقاء في مالي اللي بغاو يفرضوا الوجود ديالهم وبغاو يتخلصوا من الاحتلال الفرنسي. بطبيعه الحال هذا الاحتلال الفرنسي باش يتخلصوا منه خصهم يحاربوا الفقر ويحاربوا الجماعات المسلحه اللي انتشرت في المنطقه ديال دول الساحل. فجاء الملك محمد السادس بواحد المقترح مهم جدا لهاد الدول هادو. هذا المقترح شنو هو غادي يفتح لهم يعني المجال الاطلسي، يعني غيفتح المحيط الاطلسي باش الدول هذه تحقق الاكتفاء الذاتي ديالها، تقدر يعني تستفد من المحيط الاطلسي اقتصاديا. تنتعش الا من الاخر بغينا نتحدثوا، وإلا نتعش الاقتصاد في هذه الدول هذه يعني الجماعات الارهابيه غادي تحارب، يعني هذه الدول هذه تحقق داك الشيء اللي ما بغاتش فرنسا انها تحققه، هو السلم والسلام في المنطقه، وفرنسا تخرج في حالتها والله يعاوننا ويعاونها. ففرنسا شنو بغات تقطع الحبل السري لهذه الدول هذو باش يجوعوا ويرجعوا لامهم فرنسا، وترجع فرنسا تفرد النفوذ ديالها تماك، وداك الشيء اللي بقى من الثروات تسفهم كما يحلو لها. وبطبيعه الحال ما يمكنش لهذه العمليه تتم الا ما كانتش شي حاجه سميتها الجزائر اللي توضعات اصلا في ديك المنطقه هذيك باش يتم الغرض وتقضي الغرض امهم فرنسا وترجع لبليصتها يعني كيف ما كان الحال في السابق. لكن هذا الشيء هذا كان يتحقق كون ما كانتش واحد المملكه سميتها المملكه المغربيه والملك ديالها محمد السادس اللي جاب واحد المبادره وحاصر لا فرنسا ولا الجزائر. ومن هنا غادي نستنتجوا السعار الفرنسي الاخير واستقاله الحكومه الفرنسيه اللي غادي يجي في وزاره الخارجيه ديالها يعني احد المعادون للوحده الترابيه ديال المملكه المغربيه، ورئيس الحكومه ديالها كذلك اللي هو الصديق ديالو. وهذه المناورات كامله والرسائل الخفيه اللي كانت كتبعتها فرنسا من وسائل الاعلام ديالها، من لو موند ومن لو فيغارو ومن شحال من وسيله اعلام، فالمغرب كيقول لهم لن نتراجع خطوة واحدة للوراء. ندوزو الخبر اللي قلت لكم أن الدبلوماسية الجزائرية تهان في هذه القمة ديال حركات
عدم الانحياز. اختتمت أشغال القمة 19 لحركة عدم الانحياز في كامبالا بأوغندا باعتماد وثيقة ختامية كتضمن هذه الوثيقة فقرة حول الأزمة المالية التي أشعلت أزمة دبلوماسية التي يعتقد البعض أنها انتهت منذ أيام بين الجزائر وباماكو، لكن على ما يبدو أن الأزمة لم تنتهي بعد. غير الجزائر كتحاول تمثل على العالم على أن الأزمة انتهت. علاش؟ لأنها ردت السفير ديالها بنفس الطريقة اللي ردت به السفير ديالها لإسبانيا بلا ما يتم داك الشيء اللي خصو يتم. فاعترض وزير الشؤون الخارجية المالي عبد الله ديوب بشدة على هذه المحاولة الجزائرية العبثية للتدخل في شؤون مالي الداخلية، ومشى لحد المطالبة من الحركة بعدم الإشارة بعد إلى أي اتفاق جزائري في وثيقتها، لأن هذا الاتفاق تم دفنه بشكل نهائي من قبل السلطات المالية. فشنو بغات دير الجزائر؟ بغات تستغل هذه الحركة ديال عدم الانحياز وبغات ترد ذاك الاتفاق ديال سنة 2015 الجزائري اللي أصلا بسببه نضت المشاكل ونضت مالي كتسحب السفير ديالها وكتطلب من الجزائر عدم التدخل في شؤونها الداخلية. وفي تدوينة على حساب اكس تويتر سابقا لتحالف دول الساحل اللي كتضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أخبرت الحكومة المالية بهذا الجدل بين الماليين والجزائريين بين كامبالا، وكتبت أن الحكومة المالية رفضت بشدة النص الذي تقدمت به الجزائر في قمة حركة عدم الانحياز في كامبالا بأوغندا، ويهدف هذا النص إلى إعادة إحياء اتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة. وفي خطاب أمام قمة حركة عدم الانحياز ندد الممثل الشخصي لاسيمي غويتا رئيس السلطة الانتقالية في مالي، والكولونيل عبد الله مايغا وزير الدولة وزير الإدارة الترابية واللامركزية بالخرق السافر للأعراف الدبلوماسية التي تعرضت له بلاده عندما عارضت الجزائر بشدة تعديلات على مشروع الوثيقة الختامية التي صاغها وزير الشؤون الخارجية المالي، وهي تعديلات تهدف إلى إخطار دول حركة عدم الانحياز بأن اتفاق الجزائر ديال سنة 2015 قد عفى عليه الزمن. وقال باستغراب شديد رفض تعديلات دولة عضو في موضوع يخصها هو أمر خطير للغاية، خاصة عندما تريد دولة أخرى فرض أجندتها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، في إشارة للجزائر. هنا غادي نقول لكم أن باماكو، أن مالي الشقيقة ديال المملكة المغربية، نقدروا نقولوا، وهنا كنبعث رسالة للأشقاء في موريتانيا كذلك، نقدروا نقولوا أن مالي عرفت الحقيقة ديال الجزائر ودعمها لفرنسا الاحتلال الغاشم. هنا شابو للماليين اللي محنوا بنو كرغل ووقفوهم عند الحد ديالهم وقاموا بالإهانة ديالهم أمام الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لكن الغريب في الأمر هو الصمت ديال الجزائر. ياك قوة عظمى وحنا وما كاينش اللي يقدر يدير معنا وحنا قوة عظمى، فين هي القوة العظمى؟ علاش صمتة في المواجهة ديال الأشقاء في مالي؟ واش خوفا من مالي؟ ما كنظنش. لكن هنا فين كيبقى السر؟ السر هو الأوامر الفرنسية. يتحك لك النيف وتسكت وتقبل بالامر الواقع. علاش؟ لان المصالح ديال فرنسا ما معيهاش اللعب، وخصك تخدم المصالح ديال امك فرنسا، والا ما غاديش تكون كترضي الفرنسيين كما يجب، وغتكون ما صالحش لذاك المنصب اللي حطتك فيه فرنسا. هنا بان الواقع كما قلت لكم متابعينا الكرام، فرنسا مغاضه من النظام العسكر. علاش؟ كتقول لي كيفاش قطعنا الاراضي، بعدنا المغرب على العمق الافريقي، بعدنا على دول الساحل وخليناك في ديك المنطقه هذيك، وجا ودار ورجع وربط علاقات ممتازه مع دول الساحل، واولهم مالي، تشاد، بوركينا فاسو والنيجر، وقدر يجمعهم في اجتماع في رمشة عين من بعد خطاب ملكي فقط. من بعد خطاب ملكي جاو كل هاد الدول هادو. القمه 19 حركه عدم الانحياز ما اكتفتش فقط بهذا المسلسل هذا، لكن هناك مسلسل آخر وهو الدعم ديال المسار أو المسلسل السياسي الأممي بشأن الصحراء المغربية. هذه هي الضربة القاضية رغم تواجد الجزائر والمناورين ضد الوحدة الترابية ديال المملكة المغربية.
كما عرفتم متابعينا الكرام، واولهم الجزائر وجنوب افريقيا وكل هذه الدول اللي كتناور ضد المملكه المغربيه، الا انهم ما قدروش يخرجوا ولو كلمه واحده ضد الوحده الترابيه ديال المملكه المغربيه. وهذا دليل على ان النفوذ المغربي حاضر في جميع الاماكن. ونوه رؤساء دول وحكومات حركه عدم الانحياز بمسلسل المفاوضات المنعقده تحت رعايه الامم المتحده والتزام الاطراف بمواصله اظهار الاراده السياسيه والعمل في مناخ ملائم للحوار من اجل الدخول في مرحله اكثر كثافه من المفاوضات حسب ما جاء في الاعلان الختامي للقمه. واوضحت القمه 19 لحركه عدم الانحياز ان الهدف يتمثل ايضا في ضمان تنفيذ القرارات الاخيره الصادره عن مجلس الامن التابع للامم المتحده، والتي ابرزت تواليا بان المبادره المغربيه للحكم الذاتي جديه وذات مصداقيه. واخره هو القرار 2703 اللي عقد الجزائر ورعيتها البوليزاريو ودفعها للانتحار. بوليزاريو اللي مازال كننتظروا ان البرلمان الاوروبي يعلنها جماعه ارهابيه، والامر قرب بواحد الشكل كبير غادي تشوفوه متابعينا الكرام قريبا ان شاء الله باذن الله. وندوزو للخبر الموالي، وهنا غادي نمشيو للشان الداخلي ديال المملكه المغربيه. اول شيء قبل ما نتحدثوا على هذا الموضوع، هذا برلماني تابع للحزب الاحرار، سبق وتحدثنا على هذا الموضوع هذا، ودائما مع احترام قرينه البراءه. هاد المعطيات اللي غنتحدثوا عليها مازال لا تدين هذا الشخص هذا، لكن القضاء المغربي عنده نظره. عده مواقع مغربيه تداولوا واحد الوثيقه اللي كتحدث على قرار من القضاء المغربي، من قاضيه مغربيه، ونعرفوا باقي التفاصيل على كل شيء، اللي قامت بحجز الممتلكات ديال هذه الشخصيه اللي مثيره للجدل في المنطقه ديال القصر الكبير، معروف بالبرلماني سيمو، وكذلك منعه من السفر. ما هذا خلات له حاجه واحده، هو الخلصه ديالو الشهريه اللي كتجي من البرلمان المغربي على الوظيفه اللي كيقوم بها، باحترام قرينه البراءه كما نقول دائما. هاد الخطوه هذه فتحت واحد الامل كبير عند المغاربه، فاش كنشوفوا ربط المسؤوليه بالمحاسبه، كنتنفسوا دستور 2011 وكنحسوا على ان كاين امل كبير في ذاك البلاد. حنا بطبيعه الحال جيل الثمانينات اللي حلينا عينينا على عده امور غريبه في ديك البلاد بطبيعه الحال، واللي كانت كدوز في غموض اكثر، وكان عندنا رغبه بطبيعه الحال تغيير. اغلبيه ديال الناس اللي كتشغل المناصب حاليا في المملكه المغربيه كتلقاهم ولاد الثمانينات ولا كاع الا كبروا بزاف ولاد السبعينات، اما الستينيات القرن الماضي راه بداو كيوصلوا للتقاعد ديالهم هما وخمسينيات القرن الماضي. فكنقولوا لهم الله يطول لنا في عمركم وتعلمنا منكم الكثير ومازال كنتعلموا منكم، وما عمر العين كتعلى على الحاجب. لكن دابا كاين جيل جديد اللي هو بطبيعه الحال ابناء الثمانينات، ابناء التسعينات كذلك بداو كيبانوا في الاداره العموميه، كذلك ابناء السبعينيات من القرن الماضي. هادو هما يعني اللي دابا حاليا شادين المناصب، وكاين واحد الرغبه شبابيه يعني للتغيير في المملكه المغربيه. داز ذاك العهد وجاي عهد جديد، وهذا يعني امل كبير كيتعطى الاجيال القادمه. نقدروا نخليو يعني واحد الارضيه مزيانه للاجيال القادمه. ربط المسؤوليه بالمحاسبه، قال هذا الدستور 2011، وربط المسؤوليه بالمحاسبه راه ما كيقتصرش فقط على المسؤولين في البرلمان، راه كيقتصر حتى على الناس في الادارات ديالهم، كيقتصر حتى على الناس اللي كتربطهم عقد عمل بيني وبينك، انا مخدمك معايا كنربط المسؤوليه بالمحاسبه في المهنه ديالك. انت عندك اخويا واحد الوظيفه خصك تقوم بها، خصني نتحاسب معاك ونسالك. هذه يا ربط المسؤوليه بالمحاسبه، راه ما كتقتصرش فقط على البرلمانيين، ولا باش نفهموها كما يجب. بطبيعه الحال بدا كيتجسد لنا هذا الشيء هذا على ارض الواقع. فيواجه محمد سيمو النائب البرلماني رئيس المجلس الجماعي لمدينه القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار ظروفا صعبه قد تعصف بمساره السياسي، وذلك بعدما امر قاضي التحقيق باغلاق الحدود في وجهه وحجز جميع ممتلكاته باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان. وحسب امر قضائي يحمل توقيع قاضيه التحقيق لبنى الحلو المؤرخ في 26 دجنبر الماضي تاريخ الاستماع الى الرئيس رفقه 12 من موظفي الجماعه، فان الاجراء يتعلق بجرد الاموال والقيم المنقوله والممتلكات والعائدات المملوكه للمتهم محمد سيمو التي لها علاقه بالافعال موضوع التحقيق المتحصله له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك. ودعت قضية التحقيق حسب الوثيقة التي روجت على نطاق واسع وتأكدت منها عدة وسائل إعلام يعني مغربية مشهود لها بمصداقيتها.
رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط الذي عاهدت إليه مهمة تنفيذ القرار إلى مدها بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها. هذه سابقة يعني اللي كتصرى في المملكة المغربية. برلماني تابع لحزب اللي كيترأس الحكومة، الحزب ديال رئيس الحكومة التجمع الوطني للأحرار، كيتم المصادرة ديال الأملاك ديالو تحت يعني البحث. بطبيعة الحال هذه الأموال اللي تصادرات إلى تبت عكس ما يتهم به المتهم فغادي ترجع ليه الأملاك ديالو وغادي يكون ما كاين حتى شي حاجة. حنا بغينا غير القضاء ياخذ المجرى ديالو، وبغينا غير تكون استقلاليه عند القضاء فقط. هادشي اللي بغينا، وبطبيعه الحال هادشي كنلمسوه باش تصدر قرارات من هذا الحجم هذا. كنقولوا الاعداء الوحده الترابيه ديال المملكه المغربيه تعلموا واحد شي شويه من الدول الديمقراطيه، فين كاينه الديمقراطيه الحقيقيه. هذه هي الديمقراطيه الحقيقيه، وبطبيعه الحال المملكه المغربيه قدرت تثبت للعالم الجداره ديالها في هذا المجال هذا، على الاقل في المحيط الاقليمي ديالها. فهنا كنقولوها الا كان السيد بريء نتمناو البراءه ديالو تبان وما عندناش مشكل على انه يستمر في العمل ديالو باخلاص وبوفاء. الا ما كانش بريء بغينا يكون فقط عبره لمن يعتبر، وبغينا الناس اللي مترشحين في المستقبل الا كانوا كيشوفوا نفسهم انهم ماشي اكفاء يبعدوا على هذه المناصب هذه، راه تقدر تجرهم نفس ما مشى ليه هذا السيد هذا بطبيعه الحال اذا ثبتت إدانته مع احترام قرينة البراءة كما دائما. وندوزو الخبر الموالي متابعينا الكرام. نمشيو كذلك واحد الموضوع اللي كيغمرنا بالتفاؤل حقيقة الإخوان. المملكة المغربية وقلناها سابقا فيها ثروة ديال الغاز، ما يمكنش ما تكونش، ما يمكنش تكون في موريتانيا وتكون في الجزائر وتكون في ليبيا وتكون في الدول هذه كاملة وتجي حتى لهاد الرقعة ديال المملكة المغربية وما تكونش. هادشي علاش غادي نبشركم بهذا الخبر هذا. كما عرفتوا الإخوان يعني كثر الحديث مؤخرا على ابار ديال الغاز اللي تكتشفات في المملكه المغربيه. واش المملكه المغربيه قادره تحقق الاكتفاء الذاتي ديالها على الاقل؟ هذه هي التفاصيل اللي غادي نشوفوها حاليا. غادي نتحدثوا على شركه ساوند انرجي البريطانيه واللي كشفت مؤخرا النقاب عن خططها الطموحه الراميه الى تحقيق اول ايرادات من انتاج الغاز في المغرب اعتبارا من الاشهر الاولى من سنه 2024. يمثل هذا الإعلان نقطة تحول حاسمة في سعي المملكة المغربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ما يعد علامة فارقة في مشهد الطاقة المغربي. وفي تصريح الجراهام ليون المدير العام لشركة ساوند انرجي أكد نجاح الشركة في حل جميع القضايا الضريبية في المغرب، وكيمهد هذا التقدم الملحوظ للطريق لتحقيق الفوائد الأولى خلال الأشهر الأولى من سنة 2024، مما يمثل تطور واسع النطاق للمغرب وتبرز هذه الدولة كلاعب مصمم على الحد من اعتمادها التاريخي على الواردات الضخمة من الغاز المسال في الأسواق الدولية. هذا الشيء هذا اللي صرح به يعني الرئيس التنفيذي ديال ساوند انرجي. ويستعد المغرب مدفوعا بتطلعات ثاقبة لتدشين إنتاج الغاز من مكامنه المكتشفة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الحاسم في هذا المورد الحيوي. ويشير هذا التحول الاستراتيجي إلى القطيعة مع الاعتماد السابق على واردات الغاز المسال، وبالتالي فتح حقبة جديدة للبلاد من حيث الطاقة. بغيتوا تعاقبوا المملكة المغربية بالغاز ديالكم، جا الله سبحانه وتعالى رزقنا من حيث لا نحتسب. ها هي المملكة المغربية اللي دخلت لسوق الغاز المسال، واللي بطبيعة الحال باش تدخل لسوق الغاز المسال خصك تصرف من احتياطي العملة ديالك. الحمد لله كاين الجالية وكاين خيرات البلاد اللي كتباع خارج ارض الوطن واللي كترد عائدات ديال العمله، لكن العمله كما بغى يكون الحال كتبقى مهمه بالنسبه للمملكه المغربيه. وان المغرب يدخل كاول مره سنه 2021 لسوق الغاز المسال ويدخل بهذه الطريقه هذه كانت ماشي سهله على المملكه المغربيه، لكن الحمد لله حتى شي حاجه ما تصعب على المغاربه، بالعكس البوطه بقات في الثمن ديالها والغاز بقى في الثمن الاثمنه ديالو، والمغاربه ما مشاوش يحطبوا كيف ما كانوا كيتوعدوا لنا الجيران ديال السوق ديال المملكه المغربيه. بالعكس الله سبحانه وتعالى يرزقكم من حيث لا تحتسبون، وها هو الغاز جاي للمملكه المغربيه احب من احب وكره من كره. وندوزوا الخبر الاخير متابعينا الكرام. بما اننا تحدثنا على الجوار ديالنا
ما نمشيوش بعيد وغادي نرجعوا للجوار مره اخرى. ولكن هذه المره هذه غادي نمشيو للرياضه اللي كتخلط بالسياسه، وهذه المره هذه ما قالوش عليهم حتى الجاره الجنوبيه ديال المملكه المغربيه وبغاو يشوهوا السمعه ديالها. هادو مواقع تنعت بالكذبه، مواقع الاعلام الجزائريه اللي كينعتوها بالكذبه، نعتات من قبرص بالكذبه، هذه المره موريتانيا وموريتاني، يعني صحفي موريتاني اعلامي موريتاني اللي كينعت وسائل الاعلام بالقذره ماشي غير الكاذبه. فقبل المباراه ديال الجزائر وموريتانيا، اعلام العسكر ناضي يروج للاكاذيب حول الجامعه الكره المغربيه وكيتهمها بدفع مصاريف المنتخب الموريتاني. انا صراحه الاخوان حتى لهنا ومازال ما بغاش يدخل لي هذه القضيه هذه في الراس ديالي. كيفاش المغرب يدفع المنتخب؟ شنو زعما ما فهمناكمش. شنو زعما المغرب غيعاون موريتانيا باش تربح ويصيفط لها الكراكي يدربها كاع هو كاع من الاخر باش تغلبكم؟ راه صراحه هاد الناس هادو ولا عندهم واحد الهوس سميتو المغرب. يواصل الاعلام الجزائري ترويج اخبار مزيفه حول المغرب، وذلك بمناسبه كاس افريقيا للامم بالكوت ديفوار. اخر شطحات اعلام العسكر الجزائري كتتعلق باتهام الجامعه الملكيه المغربيه لكرة القدم بدفع مصاريف تربص منتخب موريتانيا من تونس، وكذا تنقله إلى الكوت ديفوار بالإضافة للبدلات والألبسة وحتى مكان الإقامة ديالهم في بواكي، مشاو بعيد. ويواجه المنتخب الموريتاني نظيره الجزائري يوم غد الثلاثاء، ولا بديل عن الفوز إذا أراد أحدهما انتزاع إحدى بطاقات التأهل لدور ثمن النهائي. ونقلت إحدى المواقع الإلكترونية المحسوبة على الجوقة الإعلامية الجزائرية أن صحفيا موريتانيا صرح بأن الاتحاد المغربي لكرة القدم هو الذي تكفل بجميع مصاريف تربص منتخب موريتانيا في طبرق بتونس، والنقل عبر الطائرة إلى تونس ثم إلى الكوت ديفوار، بالإضافة إلى البدلات والألبسة حتى مكان الإقامة ديالهم في بواكي. الصحفي الموريتاني وهو عضو الخلية الإعلامية للكاف يدعى لاسانا كامارا خرج لينفي بشدة ما نقل على لسانه بشأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وكتب كامارا على حسابه بموقع إكس: نقلت عني إحدى الصحف الجزائرية بطريقة مضللة أنني قلت بأن تدريب موريتانيا في تونس ممول من الجامعة الملكية لكرة القدم، وأكد بالقول هذا الكلام مضلل ومخترع تماما. أنا لا أعرف هذه الجريدة ولم يسبق لي أن أجريت مقابلة مع هذه الوسيلة الإعلامية القذرة. دي مع راساتك ومشيتوا يعني بواحد السمعة خيالية خديتوها في هذا الكان كي كتسمعوا، لا في الكوت ديفوار الشقيقة ولا من عند باقي الدول الشقيقة. مشيتوا يعني بينتوا لإفريقيا على أنكم ما كاينش بحالكم في العالم طبيعة الحال، في الكولاسة وفي الكذب وفي التزوير وفي التلفيق وفي محاربة المملكة المغربية. بينتوا الكرة ديالكم الحقيقي للمغاربة الأحرار. كنقول لكم بالصحة تشويها وبالصحة هادشي هذا كامل اللي وقع لكم. أما بالنسبة للمملكة المغربية والفريق الوطني المغربي والناخب الوطني المغربي اللي عقدكم في حياتكم، راه واخا تعياو ما تناوروا والله ما غتوصلوا للمبتغى ديالكم. وبالنسبة للقجع قولوا عليه اللي بغيتو، السيد كيخدم وعارف راسو شنو بغى وعارف راسو فين غادي، وهذاك هو الاساس ديال كل المغاربه، هو ان المنتخب يكون في القمه كما العاده. واحتفلتوا بالتعادل ديال المنتخب، راه كنقول لكم المنتخب راه غلب قبل ما يتعادل. نتوما اللي مازال ما حسيتوش بطعم الفوز وباغيين تحقروا على موريتان وخارجين تطلقوا عليهم اشاعات، عندك غير يتقلب عليكم الامر وتلقاو موريتانيا غلباكم، وداك الساعه عاودوا رجعوا مسحوها في المملكه المغربيه. هذه الاخبار ديالنا اليوم، نتمنى تكون لقاتكم نتوما بخير وعلى خير في صحه جيده وفي احسن الاحوال. كنشكركم على حسن المتابعه، على الاهتمام ديالكم، على الدعم ديالكم المتواصل. نشوفكم ان شاء الله فيديو اخر موضوع اخر، تكونوا دائما في احسن الاحوال. دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.